انا كنت معوداكم دايما في قناتي ان انا بعمل وصفات اقتصادية، ولو الوصفة قدامي مكلفة بحاول على قدر الامكان اختصر المكونات بتاعتها واطلعها بجودة حلوة وفي نفس الوقت تكون موفرة. فانا عشان ما بقاش كدابة دلوقتي، اي وصفة حلويات بالذات بتكون مكلفة في التوقيت اللي احنا فيه. فاحنا لما بنخرج الكافيهات وكده، بتمن قطع واحدة في الكافيه ممكن نعمل صينية كاملة في البيت تأكل البيت كله. هنعمل النهاردة ترايفل المانجا بطريقة سهلة وحلوة كده، وبرضو على قد ما نقدر هنعملها، يعني هنحاول تبقى ما تبقاش مكلفة. هنجيب هنا 2 كريم شانتيه دريم طبعا، عليهم كوباية مية متلجة، عليهم كيس جيلي دريم مانجا، وهنضربهم كده مع بعض لحد ما يوصلوا معانا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هنركنها على جنب كده، ونجيب معانا كيس جيلي دريم برضو مانجا، وننزل عليه بكوباية مية سخنة ونفضل ندوبها لحد ما تدوب ومبقاش فيه تكتلات. هنجيب الصينية بتاعتنا وننزل بالكيك بتاعتنا، وممكن تعملي انت كيك فانيليا في البيت عادي، بس احنا عشان نسهل الدنيا عملنا كيك جاهز مفيش مشكلة. هنفرد طبقة الكريمة، وبعد كده نقطع مانجا مكعبات ونفردها برضو. هنجيب الجيلي اللي احنا ركناه على جنب وننزل بيه على طبقة المانجا بتاعتنا، وبعد كده هندخلها التلاجة ساعة 2 3 زي ما تحبي، وهتقطعيها بعد كده لمكعبات كده القطع تحفة. مرطبة ساقعة كده وخارجة من التلاجة حلوة جدا. ترايفل المانجا ده تحفة، ما تعرفيش هو ايس كريم ولا فواكه ولا كيك، تحفة بجد. لو الوصفة عجبتكم لايك وشير واشتراك في قناتي، واشوفكم دايما دايما بألف خير.